بما إن حضرتك شرفتنا بالزيارة في القناة، يرجى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بنشوف مباراة الأهلي وغزل المحلة. الأهلي بيعمل أجمل شوط له منذ فترة كبيرة، وبيواصل تصدره لجدول ترتيب الدوري، وبيوصل للنقطة 15 من 5 مباريات، يعني العلامة الكاملة ب5 انتصارات متتالية. والحمد لله يمسك في الخشب وربنا يبعد عنه شر الأرض والحسد في الإصابات. الأسلوب اللي كان بيلعب بيه النادي الأهلي النهاردة كان أكتر من روعة. الأهلي بيعمل أداء عالي ما شفناهوش من زمان، أداء ولا أروع. كل حاجة حلوة عملوها لعيبة الأهلي في الملعب كانت روعة، بداية من الضغط العالي على لاعبي الغزل من الأمام، والسرعة في التمرير للزميل، والتحرك بدون كورة كويس، والانتشار في وسط الملعب. اللاعب اللي معاه الكورة بيلاقي أكتر من لاعب بيمرر له، مفيش صعوبة في التمرير. النهاردة الأهلي كان ماسك زمان الشوط الأول، اللهم إلا بعض الهجمات للمحلة وأخطرها اللي كانت في الدقيقة 22 لما الكرة وقعت من إيد الشناوي وتابعها باولو الجوافي، ولكن سدد فوق العارضة. وكويس إن هي ما جاتش، لأنها كانت هتحول سير المباراة تماما. وبينه وبينكم الشناوي محتاج وقفة شوية من الجهاز الفني، لأنه بدأ يستهتر شوية وبدأ يتعالى على الكورة، محتاج حد يصحيه شوية. وكان الشناوي هيتسبب في خطأ في الشوط الثاني لما الكورة اتقطعت منه على حدود منطقة الجزاء، وكانت هتتسبب في هدف ولولا انه اتصرف فيها وعمل فاول. ومش عارف الكورة دي الفار بيستدعي الحكم ليه بالظبط. اللعبة دي كانت لعبة عادية وكورة عادية ما فيهاش أي حاجة، فاول عادي مفيش فيه مشاكل ولا في أي حاجة، وحتى لو تستوجب أي كارت، لأن الشناوي اتصرف بذكاء ولعب على الكورة وما كانش يقصد يعرقل لاعب بغزل. طيب دي حاجة غريبة من الفار، المفروض حاجة زي دي ما تعديش على الفار، ولازم ياخد باله من الحاجات الصغيرة دي. اكتر ما يميز الاهلي النهارده الضغط على حمل الكوره. وضغط ايه بقى؟ بيجي للاعبين الخطوط الاماميه ونص الملعب. وشفنا السولية بيعمل كام سبرنت وبيعمل ضغط عالي على دفاع المحلة، وده ظهر في الدقيقة 9 والدقيقة 12 لأكتر من 50 ياردة. السولية بيعمل سبرنت لأكتر من 50 ياردة بأقصى سرعة، ومن الخلف للأمام. وبعض الأوقات كان هو اللي بيضغط لوحده، ما كانش فيه حد قدامه إلا هو اللي بيضغط لوحده، وده ما كانش موجود من زمان، وما كناش بنشوف الكلام ده أبدا. وأليو ديانج كمان هو كان بيضغط من الأمام وكان من بدري. وواضح إن الجهاز الفني إدى تعليمات للعيبة إنها تضغط ضغط عالي على لاعبي غزل من بدري. النهارده الأهلي بيعمل أداء في الشوط الأول مش متعودين عليه من زمان. كرة جميلة، كرة سريعة، انتشار واسع، بطول وعرض الملعب. مش مدين فرصة للاعبي الغزل يحتفظوا بالكورة لأكتر من ثواني. اللي عجبني في أداء لاعبي الأهلي لما الكورة كانت بتتقطع كانت في ثواني بتكون في رجليهم تاني. أسلوب لعب كولر بيبان النهارده في كذا لعبة. الشوط الثاني الأداء اتغير وأصبح الأهلي رتمه هادي تماما، وكان لازم ده يحصل لأن اللعيبة ما تقدرش تواصل الضغط العالي طول المباراة، لأن الأسلوب ده بصراحة بيحتاج مجهود بدني عالي، وما يقدرش عليه إلا لعيبة جاهزة تماما زي لعيبة أوروبا مع الفرق في الأداء. كولر بعد ما خد اللي هو عاوزه من المباراة حب يريح اللعيبة ويوقف علي معلول المرهق اللي جاي أصلا تعبان من كأس العالم، وحب يترك مساحة وكمان الاستحواذ للاعبي الغزل. مدرب المحلة كان عاوز يبادل الأهلي الهجمات ويلعب بنفس الأسلوب اللي الأهلي لعب بيه، ولكن اللي مساعدوش على كده إن خبرة لاعبي الغزل المحلة قليلة، والعامل البدني ما كانش مساعدهم على كده، والضغط ده
والأداء ده عاوز لياقة بدنية عالية جدا 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 ومجهود جبار. اللي عجبني كمان النهارده إن حامل الكرة كان بيلاقي أكتر من زميل يمرر له بسهولة. كمان التحول السريع من الدفاع للهجوم بشكل أكتر من روعة، والتنوع في الهجمات من اليمين للشمال ده كان بيميز الأهلي النهارده. بصراحة الأداء كان أكتر من روعة. طبعا الهجمات كانت من اليمين للشمال عن طريق أحمد عبد القادر مرة، وبرونو سافيو مرة، وبيرسي تاو مرة أخرى. وكنت بعيب على أحمد عبد القادر النهارده بالرغم من إنه عمل أسيست للهدف الثاني، وكمان عمل كام لعبة خطر على المحلة، وبالذات التسديدة اللي عملها في الشوط الأول اللي عليت فوق العرض في الدقيقة 13. رغم اللي عمله أحمد عبد القادر النهارده ده إلا إن هو عاوز قرص جديد من الجهاز الفني. ليه؟ لأن أحمد عبد القادر بصراحة بطيء في التمرير. لما بيستلم الكورة بيقعد يطول الكورة في رجليه أكتر من اللازم. المفروض يكون عنده تصرف سريع لزمايله بسرعة، لأن الاحتفاظ بالكرة يا جماعة أكتر من اللازم بيعرض اللاعب للإصابة، وكمان بيبطل بعض الهجمات على فريقه. ومازال العيب ده فيه ومش عاوز ينساه. اللي عجبني النهارده كمان بيرسي تاو بيعمل أداء روعة، بيعمل تحرك ممتاز بدون كورة لزمايله، وده واضح عليه المزاج الرايق العالي اللي كان بيلعب بيه النهارده أكرم توفيق. برضه أكرم توفيق بيواصل النهارده أداؤه الجميل مع الأهلي، بيعمل مباراة ممتازة وكمان سبرنت في الشوط الثاني بعرض الملعب. استحق عليه بصراحة الإشادة، وهو من زمان هو ما شاء الله مستواه ثابت وملفت للنظر. مش عاوزين نغفل النهارده أداء الحكم محمد الحنفي وطاقم التحكيم بالكامل النهارده، ولكن عليه ملحوظة واحدة في الكورة بتاعة أكرم توفيق اللي لاعب غزل المحل داس على رجله. كان فيها المفروض على الفار استدعاء الحكم، لأنها لعبة عنيفة وتستوجب كارت أحمر، لأن اللاعب متعمد يضغط على رجل أكرم توفيق على السمانة الخلفية من الرجل، وكان على الحكم المفروض مراجعة الفار لأنها تستوجب كارت أحمر. كمان في ضربة جزاء بتاعة أكرم توفيق ما حسبهاش الحكم. المفروض كان في ضربة جزاء لازم تتحسب لأكرم توفيق، ما حسبهاش الحكم، وحتى على الأقل ما رجعش الفار فيها، وكمان المخرج ما عادش الكورة. هم دول الغلطتين اللي غلط فيهم محمد الحنفي. بما في ذلك النهارده الأداء كان أكثر من روعة من الجميع. نرجع لبيرسي تاو النهارده، أداء يجعل الجهاز الفني بيعيد النظر فيه ويقرر عدم بيعه، بس لو فضل ماشي بالمستوى ده النهارده بيرسي تاو بيعمل أداء أكثر من رائع، وخصوصا في هدف اللي أحرزه ويسدد وبيجيب جول شكله كويس فيرست تايم بطريقة مباشرة، حاجة أكتر من روعة. بيعيد لأذهاننا أداء بيرسي تاو لما جه الأهلي جديد ويظهر من طول الفترة اللي ما جابش فيها جوان مثل الرأس الشهيرة بتاعته. في الدقيقة 7 بيستلم الكورة بالخطأ من لاعب الغزل بيتقرب بيها ناحية الشمال وبيسدد كورة فوق العارضة، كان لازم يتأنى فيها شوية لما يظهر لعيب زميلي ولا حاجة، ولكن سدد فوق العارضة. المهم مجمل المباراة كان أداء 10/10 من لعيبة الأهلي، وكان متسيد الملعب بالكامل، والحمد لله على الأداء، وبنبارك للنادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي على الفوز العريض، وربنا يكملها بالستر والفوز إن شاء الله في الدوري العام بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.